السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد وطريقه جديده ووصفه سريعه. لو بتحبوا الوصفات السهله والسريعه دوسوا لايك، اعملوا شير وسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد. هنا في اول الفيديو كنت لسه بعمل عصير مانجا، علشان هعمل لكم النهارده وصفه حلوه جدا. دايما الاطفال بتطلبها واحنا بنخاف بصراحه نجيبها من بره، وهي النودلز او الاندومي. هنا هعملها لكم بطريقه حلوه جدا، هتديكم نفس الطعم بالظبط ولكن بطريقه صحيه ومفيده للاطفال وللكبار كمان. فانا هقول لكم على طريقه حلوه جدا وصحيه جدا وكلها مواصفات او مكونات موجوده في البيت. هي عباره عن هنستخدم حاجتين بس، وهي بهارات هقول لكم عليها، بهارات معينه هقول لكم عليها، وكيس مكرونه سباكيتي اندومي ومش هنستخدمه كله. نبدأ بسم الله. هنا الوصفة كنت خلاص خلصتها، اللي هي الاندومي، وبحطها كده في الاطباق علشان هقدمها. ده عبارة عن نص كيس او اقل كمان من نص كيس مكرونة سباكيتي، عملت لي 3 اطباق كبار. وفيها برضو المية اللي بتكون في النودلز او في الاندومي اللي احنا دايما بنحب نشربها واحنا بناكل النودلز. فانا بقول لكم جربوها هتعجبكم جدا، لانها عجبتني بصراحه قوي. وبعملها دايما لما يكون حد بيطلبها مني او عايز ياكل اندومي فانا دايما بعملها. اول حاجه دول شويه المكرونه اللي انا هستخدمهم، دول اقل من نص الكيس. ممكن انا اخدت كمان من النص شويه وحطيتهم كمان في الكيس، دول اقل من النص. بكسرها كده على 3 اجزاء علشان ما تبقاش طويله قوي وانتي بتاكليها. بعد كده بكون حاطه ميه على النار، هنسلقها السلقه اللي هي العاديه بتاعتنا اللي احنا بنعمل اي مكرونه بنسلقها. شويه ميه على النار ومعلقه من الملح ومعلقه زيت. الزيت طبعا علشان المكرونه مش تعجن مني، فانا بحط نفس المقادير اللي بنعملها في المكرونه العاديه. واول ما الميه تغلي بنزل بالمكرونه، بسيبها بقى شويه كده على النار لغايه ما تستوي. انا عايزاها تكون مستويه كمال السوا، مش هقولك نص نص ولا 3/4 ولا الكلام ده، لا انا عايزاها تكون مستويه خالص. بعد كده لما استويت خالص هطفي عليها النار وهصفيها من الميه بتاعتها. هحطها في مصفى كده تحت الحنفيه علشان توقف السوا بتاعها. دايما احنا لما تكون المكرونه بتستوي وبنطفي عليها النار بنحطها تحت الحنفيه علشان توقف السوا بتاعها، لان لو انت سبتيها كده من غير ما تغسليها بميه ساقعه هتفضل تعجن اكتر وهتستوي اكتر. فلازم توقفي السوا بتاعها بانك تحطيها تحت ميه ساقعه بالطريقه دي في المصفى علشان برضو تصفي الميه بتاعتها ومش تعجن مني. هنا كانت خلاص المكرونه استوت وبقت حلوه جدا. بعد كده نفس الحله اللي كنا بنسلق فيها المكرونه حطيت فيها 1.5 كوبايه من الميه، وبرضو هسيبهم يغلوا على النار. بعد كده هجيب الطاسه بتاعتي وهحط فيها معلقه كبيره من الزيت، وهجيب بقى البهارات بتاعتي اللي هي عباره عن توم باودر، بصل باودر، شطه، لو مش عايزه تحطي شطه ممكن تستغني عنها، مكعب مرقه بس انا فركته كده بايديا، وكزبره ناشفه، وكاري. بلاش كركم لان الكركم هيخلي طعمها مش حلو، فانا بحط كاري. تاني هقول بصل باودر، توم باودر، شطه، مكعب مرقه وفركته بايديا، وكاري وكزبره ناشفه. هنزل بيهم بقى على معلقه الزيت كده وادي لهم تحميصه كده او تشويحه على النار. وهو ده الطعم اللي احنا بنحبه في الاندومي، اللي احنا كلنا بنحبه او بنحب طعم الاندومي بسبب البهارات اللي فيه. فهتديكي نفس التست او نفس الطعم.
بعد كده لما احس ان خلاص البهارات عندي خلاص بدأت تفور كده او اتحمصت يعني حلو في الزيت، طبعا هطفي عليها. هرجع بقى للميه اللي انا حطيتها على البوتاجاز، بدأت تغلي معايا. هرجع فيها المكرونه اللي انا صفيتها كويس جدا، هرجع فيها كده المكرونه اهي. وبعد كده هنزل بقى بالبهارات اللي انا حمصتها او شوحتها في الطاسه بالطريقه دي، وهقلبهم بقى كويس علشان المكرونه كلها تتشرب من نفس الطعم. اهو هو الاندومي مش لما بنيجي نعمله بيكون نفس اللون ده ونفس الشكل ده بالظبط، طعم تحفه. جربوها وعلى ضمانتي هتعجبكم جدا. بعد كده لما خلاص هحس ان هي غلت، هو احنا ما حطيناش المكرونه وهي مسلوقه في الميه علشان تغلي، لا احنا حطينا المكرونه المسلوقه والميه يعني خلاص سخنه جدا وبتغلي علشان ما تعجنش مني. بعد كده بقى هطفي عليها النار وهبدا احطها في الاطباق بتاعه التقديم. كل اللي هياكلها مش هيصدق ان هي مش اندومي، هيقول انها اندومي. نفس الطعم ونفس الشكل ونفس اللون، نفس كل حاجه، مفيش بس اختلاف غير بدلنا الاندومي بالمكرونه. انت بقى بتقدميها بقى بالطريقه اللي تعجبك، سواء بتقدميها في الاطباق كده او باي طريقه انت بتحبيها. وبس كده نكون وصلنا النهارده لنهايه الفيديو بتاعنا ونهايه الوصفه بتاعتنا. يا رب تكونوا استفدتوا منها وقدرتوا ان انتوا تعملوا الاندومي في البيت. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم منه كل جديد، وبالذات الناس اللي بتحب الوصفات السهله والسريعه اشتركوا في القناه واعملوا لي لايك وشير لكل اصحابكم. وان شاء الله اشوفكم على خير في المرات الجايه، وشكرا لكل اللي بيتابعوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.